السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء جدا بتواجدنا معاكم وبنشكركم للحضور. كل ست بيت عارفة ان اقصر طريق لقلب جوزها معدته، وعشانك وعشان جوزك واولادك بنقدم لك برنامج اكلاتك عندنا. وكل اكلة نفسك تعرفي بتتعمل ازاي، او جوزك قالك نفسي في اكلة ومش عارف طريقتها، كل اللي عليكي بس انك تتصلي على رقم 012 085 14 557 او تشاركينا على البيج. والنهارده في اول حلقه من برنامجنا اكلاتك عندنا معاكم محمد خليل. هقول لكم على طريقه البيتزا وازاي نعملها وبكل الاطعمه اللي انتوا عاوزينها. اما بالنسبه للحلو فهيكون جلاش ان شاء الله، وازاي تعمليها بالحشو بتاعها وتكون احسن من اللي بتجيبيها من الراجل كمان. اهم حاجه تعملي في البيت كل اللي انت عايزاه وبايدك عشان تبقى ضامنه مصدر كل حاجه. المهم دلوقتي هنطلع فاصل، بس مستنيين مشاركاتكم على البيج واتصالاتكم على رقم 012 85 14 557. نروح للفاصل ونرجع تاني مع عجينة البيتزا. ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج أكلاتك عندنا، ومستنيين مشاركاتكم على البيج وفي انتظار اتصالاتكم على رقم 012 85 14 557. وزي ما قلت قبل الفاصل النهاردة هنعمل عجينة البيتزا. حضري بس الورقة والقلم واكتبي معايا المقادير. نص معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة سكر، ربع معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، 3 كوبايات دقيق، كوب ميه دافئ. وهنقول كمان الطريقه بتاعت طريقه العجينه. هنقول كمان المقادير مره تانية: نص معلقه صغيره خميره، معلقه سكر صغيره، ربع معلقه صغيره ملح، معلقتين كبيره زيت زيتون، 3 معالق دقيق، كوب ميه دافئ. والمقادير كمان هنلاقوها على البيج معانا دلوقتي. ودلوقتي معانا طريقه العجين. هنقلب السكر والخميرة مع بعض عشان يتفاعل الخميرة لمدة 5 دقايق مع 3 معالق كبيرة مية دافية ونغطيها. وبعدين معانا في وعاء آخر هنحط الدقيق مع الملح وهنقلبه كويس. وبعد ال5 دقايق هنحط الخميرة وهنقلب. وبعدين معانا المية الدافية. بعد استمرار التقليب العجينة لمدة 6 دقايق هنحط زيت الزيتون ونقلب دقيقتين. وبعدين نقطع العجينة حسب الرغبة، 3 قطع أو 4 قطع، وهنغطيها بكيس بلاستيك ونحطها في التلاجة. هنسيب العجينة 15 دقيقة تريح، وبعدين نفردها ونسيبها لمدة ساعة على الأقل علشان تخمر. وبكده يبقى خلصنا العجينة. هنطلع فاصل ونرجع. هنطلع فاصل بس مستنيين مشاركاتكم على البيج واتصالاتكم على رقم 012 085 14 557. نروح فاصل ونرجع تاني مع مقادير الصلصة. ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج أكلاتك عندنا، ومستنيين مشاركاتكم مع البيج وفي انتظار اتصالاتكم على رقم 012 085 14 557. وزي ما قلنا قبل الفاصل النهاردة احنا عملنا البيتزا وكمان هنعمل دلوقتي الصلصة. حضري بس ورقة وقلم واكتبي معايا مقادير الصلصة. احنا بعد ربع كيلو طماطم حمرا مستوية، ربع معلقة سكر، فص ثوم مفروم، معلقتين كبيرة زيت زيتون، نص كوباية مية، معلقة صغيرة بصل مفروم، رشة ملح، رشة فلفل اسود حسب الرغبة، 4 ورقات ريحان مفرومين، نص معلقة زعتر. هنقول المقادير كمان: ربع كيلو طماطم مستوية، نص كوباية مية، ربع معلقة سكر، فص ثوم مفروم، معلقتين كبيرة زيت زيتون، معلقة صغيرة بصل مفروم، رشة ملح، رشة فلفل أسمر، 4 ورقات ريحان مفرومين، نص معلقة زعتر. ودلوقتي هنتكلم على طريقة الصلصة. ومعانا اتصال دلوقتي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله، ربنا يخليك.
ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك. كنا عايزين كده البرنامج ده من زمان. ربنا يخليك يا فندم، ان شاء الله هنستمر مع بعض على طول. الله يخليك يا رب. بس عايزينك بقى تجيب لنا الاكلات المصريه الحلوه بتاعتنا دي. اكيد طبعا يا فندم، لكل طب المصريين. بقول لحضرتك، انا لما باجي اعمل ساعات الكفته بتفك مني كده. تمام، هي بتفك علشان حضرتك بتحطي البصل بميته، بتبشري البصل وتحطيه بميته، فاحنا لازم نبشر البصل ونعصره كويس بايدينا، ونخلي الميه دي على جنب نشكل بيها الكفته، ونحط مع الكفته البصل من غير الميه خالص. طيب متشكرين يا بس يا استاذ فندم. محمد، العفو متشكرين. يا فندم. يعني دايما في تألق ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، في انتظار مشاركتك السلام على طول يا عليكم. فندم. الله وعليكم يخليك، السلام. مع السلامه مع السلامه. الله يسلمك. بعد الاتصال هنتكلم على طريقة طهي الصلصة، طبخ الصلصة. هنضرب الطماطم في الخلاط وهنحطها في طاسة على النار، طاسة من أي نوع غير الألمونيا، الألمونيا ضارة جدا على صحة الإنسان، من طاسة من الستانلس أو النحاس. وهنسخن الطاسة على النار وهنحط الزيت مع البصل، زيت الزيتون مع البصل، لأن زيت الزيتون ما ينفعش يتحط لوحده ويسخن. هنقلب البصل دقيقة، وبعدين هنحط الثوم، وبعدين هنحط عصير الطماطم والملح والفلفل والزعتر ونص كوباية المية، وهنسيبه على النار ربع ساعة، وبعدين هنحط الريحان لمدة 5 دقايق. وزي ما قلنا قبل كده، كل واحد نفسه ياكل بيتزا بطعم اللي بيحبه. بعد الفاصل هنعرف مع بعض مقادير الحشو وطريقة عملها، ومستنيين مشاركاتكم على البيج واتصالاتكم على رقم 012 085 14 557. نروح للفاصل ونرجع تاني مع مقادير حشو البيتزا. ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج أكلاتك عندنا، ومستنيين مشاركاتكم على البيج، وفي انتظار اتصالاتكم على رقم 012 85 14 557. وزي ما قلنا قبل الفاصل على طريقة الصلصة وعجينة البيتزا، دلوقتي هنتكلم عن مكونات حشو البيتزا وازاي نعمله. حضري بس ورقة وقلم واكتبي المقادير معانا. صدر فراخ صغير، و3 معالق فاصوليا سودا او فاصوليا حمراء ومتواجده، و3 معالق فاصوليا خضراء، ومعلقه صغيره فلفل حامي من غير بذر، ومعلقه كبيره قشطه او كريمه، ومعلقه كبيره شرايح قلب الخس او جذور الخس، ملح، فلفل اسمر، زعتر. هنقول كمان المقادير مره تانية. صدر فرخ صغير، 3 معالق فاصوليا سودا او فاصوليا حمراء، 3 معالق كبيرة فاصوليا خضراء، معلقة فلفل حامي من غير بذر، معلقة كبيرة قشطة أو كريمة، معلقة كبيرة شرايح جذور الخس أو قلب الخس، رشة ملح، رشة فلفل أسمر، رشة زعتر. ودلوقتي هنتكلم عن طريقة التسوية. هنسلق الفاصوليا الخضراء والفاصوليا الحمراء، وهنقطع الفراخ قطع صغيرة، وهنحطها في طاسة على النار مع معلقة زيت زيتون، وهنقلبها لمدة 7 دقايق حتى تستوي الفراخ. هنقول الطريقة تاني. هنسلق الفاصوليا السوداء او الحمراء والفاصوليا الخضراء، وهنقطع الفراخ قطع صغيرة، وهنحطها في طاسة على النار مع معلقة زيت زيتون، وهنقلبها لمدة 7 دقايق علشان تستوي الفراخ. ومعانا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ استاذن حضرتك سؤال. مع حضرتك يا فندم، تحت امرك. الامر لله. دلوقتي انا لما بعمل الملوخيه بتسقط مني في الحله. علشان بتحطيها الملوخيه بتسقط بسببين. السبب الاول انك بتحطيها على نار عاليه، والسبب التاني انك بتسيبيها تغلي كتير، وانت حاطاها على النار تحطيها على نار واطيه وتقلبيها باستمرار علشان ما تسقطش وما تغليهاش كتير.
طيب تمام، متشكرة تمام يا قوي. فندم، بس تحت عايزة امرك يا استاذن فندم. حضرتك في حاجة تانية. تحت كنا امرك. عايزينك تعمل لنا حلقة عن السندوتشات السريعة بتاعت المدارس. تحت امرك يا فندم، حاضر يا فندم ان شاء الله. الأمر لله، وأنا متابعة حضرتك لآخر الحلقة. ربنا يخليك يا فندم، تابعينا يا فندم على البيج وفي انتظار مكالماتك الاسبوع اللي جاي. خلاص ماشي. شكرا ليك يا فندم، شكرا للاتصال. مع السلامة. وبعد الاتصال هنقول طريقة تحضير البيتزا. هنطلع الصينية من البيتزا من التلاجة وهنخرمها بشوكة علشان ما ترتفعش زي العيش، وهنحط 4 معالق صلصة وهنفردهم في البيتزا، عجينة البيتزا. هنحط جبنة موتزاريلا وهنحط الحشو بتاعنا، وبعدين هندخلها الفرن. لو عندنا فرن كهرباء هيكون درجة الحرارة 400 أعلى درجة حرارة، وهنسيبها في الفرن من 6-7 دقايق لحد ما تستوي. أما لو عايزين نعملها في البيت في الفرن المنزلي العادي، هنحطها على نار متوسطة لتحت لمدة 4 أو 5 دقايق تستوي من تحت، وبعد كده هنرفعها من فوق لحد ما تستوي، وبالهنا والشفا. هنطلع فاصل، هنطلع دلوقتي فاصل، ومستنيين مشاركاتكم على البيج واتصالاتكم على رقم 012 085 14 557، وهنرجع بعد الفاصل مع الحلو. ورجعنا لكم مرة تانية فيركو على رقم 012 085 14 557. وزي ما قلت قبل الفاصل، النهاردة عملنا عجينة البيتزا وعملنا الصلصة وعملنا حشو البيتزا، ودلوقتي جه وقت الحلو. وهنقول مقادير الحلو: جلاش بالبلح، ربع كيلو جلاش، نص كيلو بلح اسمر، فنجان سكر، نص ليمونة، كوباية مية، فنجان سمنة. وهنقول المقادير تاني: ربع كيلو جلاش، نص كيلو بلح اسمر، فنجان سكر، نص ليمونة، كوباية مية، فنجان سمنة. ودلوقتي هنحضر الشربات. هنحط السكر مع المية في حلة صغيرة على النار لمدة 10 دقايق، وبعدين نعصر الليمونة ونحطها لمدة 5 دقايق. ودلوقتي هننضف البلح من القشر والبذر ونقطعه قطع صغيرة. هنجيب الجلاش هنقطعه شرايح بالعرض تشبه ورق العنب، نفس طريقة عمل ورقة العنب. هندهن الصينية بالسمنة وهنفرد ورق الجلاش، وهنحط في كل ورقة معلقة بلح، وهنحشيها وهنلفها زي ورقة العنب بالظبط، وهنقفلها من الجناب وهنلفها زي ورقة العنب، وهنحط السمنة عليها من على الوش، وبعدين هنحطها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة لحد ما تحمر. بعد ما تطلع من الفرن هنحط عليها الشربات بتاعنا. هنجيب 4 معالق من البلح بتاعنا، هنضربهم كويس جدا بالشوكة مع مية سخنة علشان يسيح معانا، ودي تبقى صلصة تانية غير الشربات علشان البلح. وهنحطها في فنجان، وبعد ما الجلاش بتاعنا يستوي هنرصه في طبق بشكل جميل، وهنحطه في طبق ونحط عليه الشربات، ونحط فنجان البلح مع المية علشان يبقى صلصة زي الشوكولاتة. هنروح لفاصل، هنروح لآخر فاصل، ومستنيين مشاركاتكم على البيج واتصالاتكم على رقم 012 085 14 557. فاصل
ورجعنا تاني بعد اخر فاصل النهارده في الحلقه واللي عملنا فيها البيتزا والجلاش، وهنشوف كومنتاتكم على البيج ومستنيين اتصالاتكم على رقم 012 085 14 557. ومعانا اتصال. الو. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. محمد علي من اسكندريه. اهلا وسهلا. احب اشكر كل المستمعين اللي طبعا استمعونا النهارده في البرنامج بتاعك يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف لينا. بجد انت عامل حلقه النهارده متعت المستمعين بحاجات شيقه جدا، حاجات دي جدا في وقتنا الحالي، ان لازم السنه او زوجتنا يعرفوا طبيعه الاكل صحيح. يا رب التوفيق ليك ولكل المستمعين ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دائما يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم، بشكرك يا فندم. وبنشكر كل الناس اللي بعتت لنا على البيج، وانا هتابع معاكم دايما وده شرف لينا طبعا. واي وصفة حاول تقول طريقتها هتكون معاكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. وفي الاخر بعد قراية الكومنتات وبعد الاتصالات بجد استمتعت اني كنت معاكم النهاردة، وان شاء الله الحلقات اللي جاية هتكون اكلات ووصفات من طلباتكم انتوا، واتمنى التواصل معاكم دايما على البيج. وهقابلكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس ميعاد النهارده الساعة 7. وبشكركم لحسن استماعكم، وبشكر فريق العمل والاخراج لكريم علاء، والاعداد نعمة محسب واكرام عبد الرحمن. هتوحشونا الاسبوع الجاي، تصبحوا على خير. كان معكم محمد خليل.